بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسرنا دائما لما يرضيك عنا يا رب العالمين. سؤال بتسأله كتير جدا جدا جدا: ايه احسن طقم حلل جرانيت؟ وفي دماغي يعني الناس لما بتسألني السؤال ده بيكونوا متخيلين ان انا هقول لهم في طقم بعينه هو ده احسن طقم، ولو ما جبتوش يبقى انت كده ما جبتش. الحاجة التانية يقول لك ايه، ازاي اختار طقم جرانيت؟ يعني مواصفاته تبقى ايه؟ تقيل؟ إيه الايد اللي منها فيها احسن ولا الايد الخشبية احسن؟ التكوين لما يكون كتير، احسن ولا ان اجيب الاربع حلات والصواني وبعد كده اجيب باقي التكوين حاجات تانية براحتها منفردة؟ ازاي احافظ على طقم الجرانيت؟ ازاي احافظ عليه في الاستعمال واحافظ عليه وانا لسه مشتريه؟ يعني ازاي احافظ عليه في الاستعمال واحافظ عليه وانا لسه مشتريه عشان يعيش معايا اطول. الفيديو ده مهم جدا 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 جدا، يا ريت بجد. والفيديو ده بعد كده يعني اللايف ده بعد كده هيتعمل فيديو، فانا هقول كل الحاجات اللي انت على اساسها تختار طقم الجرانيت الكويس او طقم التيتانيوم الكويس، وهقول لك ازاي تحافظ عليه، هقول لك مميزات الايد منه فيه، هقول لك المميزات الطقم لما بيكون تكوينه كبير او الطقم لما يكون اربع حلات، هقول كل حاجه في الفيديو. الاسعار هقول اسعار برضو، يعني رنجات الاسعار، بس الفكره عشان انت ما تتوهش مني. اي حاجه هقولها انت عايز تسال على سعرها اسال في التعليقات، واي حاجه في الاطقم دي موجود منها الوانها، موجود منها اللي هو ايد منه فيه او الايد الباكلايت او الايد الاستانلس، موجوده بمختلف التكوينات، موجوده بمختلف البراندات، موجود بمختلف الانواع. اجمع كده وعرفني ان اللايف متشاف، عرفني انه واصل. اللايف ده مهم جدا بجد. ارفع اللايف بتعليقات، بمنشنات لعروسة العيلة، بمنشنات للناس اللي عايزة تعرف ازاي تشتري الطقم عشان ما تستناش صاحب المحل يقول لها ده حلو وده وحش، هي تبقى عارفة من نفسها وهي رايحة تختار هي رايحة تجيب ايه. تمام؟ طيب، قبل اي حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسرنا دائما لما يرضيك عنا يا رب العالمين. الطقم عشان تجيب طقم نظيف، طقم يعيش معاك عمر، لازما اول حاجة يبقى تقيل. الحلة التقيلة دي معناها بتاعت 10 20 30 سنة خلصت. يبقى أول حاجة الحلة التقيلة. الحلة التقيلة حطها على النار بقى، معلش انت بتحط حلل على النار، حلة تقيلة بتاعت 20 30 سنة بقى ايه، انساها. تمام؟ طيب، الحلة الخفيفة اولا ممكن اصلا بعد كده بتتاكل من النار، بعد كده بتتنقر بتخرم، إيه اي كلام. لو بتتباع ببلاش ما تجيبهاش. الحله الخفيفه لو بتتباع ببلاش ما تجيبهاش، خلاص. في تقل معين للحله ما تنزلش عنه، حتى لو الطقم مغريك وقطعه كتير، لان بتبقى في ساعات عاملين اغراء كده يقوموا جايبين لك طقم قطعه كتير بقى وشكله على الكرتونه. الطقم يكون قطعه كتيره شكله على الكرتونه ما حصلش وهو اصلا خفيف وما يسواش حاجه. فانت اول حاجه قوم شايل الحله كده اهو، تشيلها كده تلاقيها تقيله كده وماليه عينك، تقوم جايبها. طب بعد الحله التقيله، الجرانيت الناعم، الجرانيت الناعم الديكاست، الجرانيت الناعم الديكاست. ليه الجرانيت الناعم؟ لان الجرانيت الخشن ده بيكون جرانيت رش. اول حاجه بيسبب امراض سرطانيه، تاني حاجه هو اصلا بيتقشر، يعني انت بتقوم عامله بايدك كده اهو. منشنات كتير وارفع اللايف كتير جدا، مش عشاني بالله عليكم، مش عشاني والله، عشان خاطر الناس اللي بتشتري تبقى عارفه هي بتشتري ايه وتختار على اساس ايه. بعد ما قلنا الحله التقيله، نيجي بعد كده للجرانيت الناعم. الجرانيت الناعم لازم يبقى ناعم كده، ناعم خالص خالص خالص، ومش اي جرانيت ناعم برضو، لازم يبقى المصنع حاصل على شهاده الايزو، شهاده الايزو اللي هي الجوده العالميه. عشان كده انا بشوف ناس كتير جدا، وكل واحد حر في نفسه، اللي يقولك انا بطلي الحلل الجرانيت. بصراحه يعني انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده وهقوله تاني، مش صحي، واللي عايز يزعل يزعل. طلاق الحلل الجرانيت، طب ما كان اللي بيطلي الحلل الجرانيت ده ما كان هيفتح له مصنع جرانيت. ما اللي بيطلي الحله الجرانيت ما يفتح له مصنع حلل جرانيت. ما بيفتحش مصنع حلل جرانيت ليه؟ انت عشان تطلع حلل جرانيت يبقى لازم يكون المصنع حاصل على شهاده الايزو. شهاده الايزو دي ما بتتعملش لاي مصنع الا بعد ما بيكون عامل مليون الف حاجه خاصه بالمواصفات الصحيه. فتمام، فمش اي جرانيت يتاخد، لا، ماركات معروفه، براندات معروفه، مصانع معروفه، عشان تبقى ضامن ان هي حاصله على شهاده الايزو الجوده العالميه. تمام؟ يبقى بعد ما عرفنا ان الحله لازم تبقى تقيله،
الجرانيت ناعم كده، ناعم اهو، وايه ديكاست، بيبقى اسمه ديكاست. تمام. بعد الحله التقيله والجرانيت الناعم، الاختيار بيبقى ايه؟ الاختيار بيبقى قدامنا في حاجات مختلفه، يا اما الايد البكاليت دي اسمها ايد بكاليت اللي هي الايد الخشبيه، يا اما الايد الاستانلس اهي، يا اما الايد المنه فيه. تمام. بعد ما اخترنا بيكون الاختيار كده اهي، ده جيجيلي، الايد بتبقى كده. طب الايد دي بتفرق؟ في ناس تقول لي ايه الايد لما بتبقى كده بتتاثر بالنار. لا، ما بتتاثرش بالنار. هات لي اكبر حله، هات لي اكبر حله وحطها على اكبر عين. ولا فمش شرط يعني الطقم لما يكون ايده كده يخافوا ان هو يتاثر بالنار. لا، مش هيتاثر بالنار، لان زي ما بقول لك كده، انت لو جبت اكبر حله وحطيتها على اكبر عين ولا النار هتقرب لها. طب امال اللي ايده منه فيه بيبقى اغلى ليه؟ او بيبقى فيه ميزه ليه؟ عشان بيتحط على البوتاجاز وفي نفس الوقت بيدخل الفرن. يعني انتوا لو عاملين فراخ مشويه مثلا في طقم زي ده على البوتاجاز من اللي هو مسويه في البخار بتاعها، بتقوم رايح عامل ايه؟ بتقوم مسويها في البخار وبعد كده مدخلها الفرن. فدي ميزه اللي ايده منه فيه. في ناس تقول لك الميزه دي مش فارقه معايا، ما انا كده كده هشتلها من الحله واحطها في الصينيه وادخلها فين؟ وادخلها في الفرن. تمام. انا بقول لك بس الفرق ده بيزود في السعر، انما هل هو له اهميه قصوى قوي للدرجه دي بحيث ان اللي ما جابش ايد منه فيه يبقى كده ناقصه حاجه؟ لا، مش ناقصه حاجه. تمام. يبقى انا هقول لك اهو، عشان الاسئله دي انا يعني اللايف ده انا عايزه اعمله بقالي فتره، اللي هو بتسال اختار الطقم ازاي، الطقم الحلو انهي ماركه. كلهم يقوموا قايلين لي ايه؟ السافلون، النيوفلام. حبايبي ماشي، السافلون والنيوفلام حلوين، بس مش معنى كده ان الكل هيطلع يجري يجيب السافلون والنيوفلام. لا، في حاجات كتير جدا حلوه. طب وفي نفس الوقت ممكن سعرها يبقى اقل من السافلون والنيوفلام واقل من الارشيا واقل من الكلام ده كله. طب انا اختار على اساس ايه؟ ما هو انت لو عرفت الخامه المظبوطه هتقدر تختار بمزاجك اللي مناسب معاك. لو عرفت الخامه المظبوطه هتقدر تختار بمزاجك المناسب معاك. يبقى انت لما تشوف الحله تقيله وتشوف الجرانيت ناعم ديكاست هتبقى كده انت مرتاح. تبدا بعد كده تتدلع وتختار على مزاجك، سواء ايد منه فيه، سواء ايد خشبيه، سواء ايد استانلس، براحتك. ايه اللي بيخلي سعر طقم زايد عن طقم تاني؟ هنفرض مثلا سواء الارشيا او السافلون او النيوفلام، بتبقى براندات بتبيع باسمها، براندات بتبيع باسمها. هتقوم انت قايل له انا عايز كذا، هيقول لك هو سعره كذا. خدوا بالكم ان الارشيا في منها اصلي وفي منها مضروب، عشان كده انا ما حطيتهاش في الكوليكشن اللي معايا دلوقتي. الارشيا الاصلي ما تجيش الا من عند وكيل معتمد وحاطط رمز الوكاله عنده في المحل بتاعه او في المكان بتاعه. تمام. وكيل معتمد. طب انا لما جبتها فيه ارشيا كتير مضروب، وانا بقول اهو في لايف واللي عايز يسمع يسمع. طب اعرفه ازاي بقى يا ماما نوده؟ تقوم رايح يا حبيب قلب الماما نوده على السيريال نمبر اللي بيبقى على الكرتونه، وتقوم رايح فاتح التليفون بتاعك بقارئ السيريال نمبر، قارئ الباركود الكيو ار، يقوم فاتح في موقع الشركه. ما فتحش في موقع الشركه يبقى معمول تحت السلم ويا دوبك هي الكرتونه بس اللي مكتوب عليها كلمه ارشيا، عشان نبقى ايه واضحين مع بعض كده. وبقول الكلام في لايف اهوت والكل سامعني. تمام. الارشيا عايز تجيبها من الوكيل المعتمد، تجيبها من الوكيل الايه المعتمد، عشان عاد نازل في السوق دلوقتي اطقم ارشيا. يعني بصوا مفيش وجه مقارنه ما بينها وما بين الاصليه. خلاص، عايز تجيب ارشيا هاتها من الوكيل المعتمد. بعد كده بقى السافلون والنيوفلام. السافلون الجرانيت التكوين بتاعه مثلا اللي هو 4 حلات. الحله بتاعته بصراحه بتبقى حله ممتازه جدا جدا جدا، المواصفات الصحيه كلها فيها بصراحه حاجه محترمه. الحله تقيله، جرانيت ناعم، الحرف عريض ومطلي، وركز في حته الحرف اللي عريض ومطلي دي عشان بتفرق في السعر. تمام. معاها التكوين اللي انت محتاجه اللي هما ال4 حلات وصينيه الفرن والمقلايه الكبيره المربعه. ونلاحظ ان الطقم المربع في اي حاجه بيكون اغلى من المدور. انا بقول لك حاجات وفروقات، وبعد كده هقول اسعار في اخر اللايف. في التيتانيوم السافلون برضو اللي ايده استانلس اهو، وده التيتانيوم. يعني ايه التيتانيوم يا ماما نوده؟ التيتانيوم ده في بدايه الامر من زمان خالص، من كام سنه كتير، كان اسمه الاول تيفال، كانت بتبقى طبقه واحده بس.
بعد كام سنة زودوا عدد الطبقات بتاعت التيفال فبقى اسمها تeflon. بعد كام سنة بقى لما تودكوا في الشغلانة قوي وفهموها مظبوط، زادت بقت طبقات كتيرة جدا للطلاء وبقى اسمها التيتانيوم. فالتيتانيوم هو التيفال هو التeflon مع اختلاف عدد الطبقات. يعني حد بيجي يقول لي هو ايه طقم التيتانيوم ده؟ طقم التيتانيوم هو التيفال، بس طبقاته بتبقى زايده جدا عن التيفال. التيفال بتبقى يدوب حتى اللي هو بتاع الحلل بتاعتنا بتاعت زمان اللي هو التيفال بتبقى طبقه رقيقه كده. بعد كده لما زادت عدد الطبقات بقى تeflon، بعد كده لما زادت عدد الطبقات بقى تيتانيوم. فالتيتانيوم هو الايه، التيتانيوم هو الحاجه المعدله الحديثه من التيفال. لحد كده تمام؟ عشان تبقى انت كده ايه، فاهم انت بتعمل ايه وبتشتري ايه. فيبقى انت عندك كده السافلون منه الجرانيت منه التيفال منه تكوينات مختلفه، بس احسن تكوين له، احسن تكوين له من حيث ايه بقى؟ انك انت هتبقى واخد اللي انت عايزه وفي نفس الوقت السعر حلو. لان التكوينات اللي اكتر من كده بتبقى فيها قطع في الفاضي وبيبقى سعر في الفاضي ومحدش. احسن تكوين للسافلون اللي بيبقى الاربع حلات والصينيه والمقلايه. بعد كده بتلاقي فيه تكوينات بيبقى فيها بقى اللبانه، تكوينات فيها اللبانه وصينيه وبتاع وطقم كنك، تكوينات تانية بتبقى فيها لبانه وطاجن، بتقوم رافعه سعر الطقم يجي 3 4000 جنيه زياده في الفاضي، مع انك انت ممكن تقوم جايبهم انت حاجه تانية وهيوفر معاك جامد. والكلام ده برضو محدش هيقوله لك الا انا. يبقى احسن تكوين للسافلون اللي هو اربع حلات والصينيه والمقلايه، مع اختلاف الوانه، مع اختلاف شكل الايد بتاعته، سواء استانلس سواء البقلايات، لان السافلون ما بيعملش ايد منه فيه. السافلون ما بيعملش الايد منه فيه. كرتونه السافلون بتبقى الشكل ده. الطقم بقى اللي مكتوب عليه نيو سافلون ملوش علاقه بالسافلون، عشان نبقى برضو صراحه مع بعض ونبقى فاهمين بعض. بتلاقي في طقم كده يقول لك نيو سافلون، لا ملوش اي علاقه بالسافلون نهائيا، ملوش اي علاقه بالسافلون نهائيا. خلاص كده، اللي عايز بقى يسمع اللايف من اوله يسمع اللايف من اوله. طب خلصنا السافلون، نيجي بقى للحاجه اللي هي ايد منه فيه. الايد منه فيه مثلا معايا النيوكلاين. النيوكلاين خامه كوري، صناعه مصري، ارب ريبابليك اوف ايجيبت. خامة كوري، صناعة مصري، ارب ريبابليك اوف ايجيبت. لكن كل الشيفات شغالة بيها. ليه شغال بيه كل الشيفات؟ الحلة محترمة جدا جدا جدا، الحلة محترمة جدا، الطقم تقيل، الايد منه فيه بيستعملوه على البوتاجاز وبيدخل الفرن حرف مطلي، التكوين ممتاز. يعني انت شوف معايا حجم الطاجن حتى هنا. قوم يا حسين اعدل لي الطاجن ده كده وريهوني، تعالى عدي من ورا، عدي من ورا، اعدل لي الطاجن كده وريهوني. مهول، الطقم تحفه تحفه. اهو ده النيوكلاي، وده اللي ايده منه فيه، سعره 7 وشويه. تمام اهو، شفت حجم عندك الجيجيليا التركي، حاجه محترمه. وبرده كان البراندات، لو تلاحظ البراندات اللي انا جايبها لك كلها انا ما بتعبش وانا ببيعها، لان الكل بيبقى عارفها والكل بيبقى اصلا بيسأل عليها وعارف ريفيوهاتها. فانا ما بتعبش خالص وانا ببيعها او ان انا اقنعك بيها. انا ما بحتاجش ان انا اقنع حد باي براند بجيبه، لان البراندات اللي انا بجيبها كلها بتكون براندات معروفه، براندات متجربه على مدار سنين، براندات الناس بتطلبها بالاسم. عندك الجيجيليا، مش انا اللي هقول رايي فيه، الجيجيليا طقم محترم جدا. انت هتيجي تمسكه بصراحه الخامه بتاعته، الخامه وهم، الخامه وهم، الجرانيت ناعم بشكل لا يصدق. حاجه بقى اللي هو دي بيبقى ايه، شفت انت بقى الحاجه الاصليه بتبقى بتاعته دي كده، الغطا فك وتركيب. وبتبقى من مميزات الحله لما يكون الغطا فك وتركيب، بتكون من مميزات الحله بحيث ان لو في اي وقت حصل له اي حاجه بتجيب له غطا وتركبه بمنتهى السهوله. وبرده الجيجيليا التكوين بتاعه حلو قوي. الجيجيليا فيه تكوينات كتير، بس انا دايما في براندات معينه كده لما التكوين يبقى اوفر فيها قوي، وخصوصا زي الجيجيليا وزي السافلون، بيبقى السعر ناطر قوي. فانت تبقى ناصح وتقوم عامل ايه بقى، جايب التكوين الحلو اللي هو الاربع حلات والصينيه والمقلايه، وتجيب بقيه الحاجات التانية الرفيعه تجيب. بكده تبقى ضمنت انك انت جبت الحاجه اللي انت عايزها، الماركه المحترمه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت ضمنت ان الحاجات التانية جبتها برضو ماركات تانية حلوة وايه، ووفرت في السعر. عندك الجيجيليا هنا برضو، الجيجيليا
9 وحاجة، يعني الجيليا 9 وحاجة. الفكرة بقى ان الرقم بالتحديد انا مش في دماغي دلوقتي عشان اللايف. اللي يسأل على سعر حاجة يسألها في التعليقات. اهو ده الجيجيل. طب نيجي بقى هنا حاجة تيتانيوم تاني غير التيتانيوم بتاع السافلون. ما احنا قلنا التيتانيوم بتاع السافلون اهو، ده تيتانيوم مرتيف. ركز بقى انت معايا، تيتانيوم مرتيف. شوف الحرف قد ايه، الحرف عريض ومطلي. اوريك تعالى كده الحرف عريض ومطلي وتوزيع حراره من تحت. بيبقى فايدته ايه بقى توزيع الحراره من تحت؟ بقى فايدته انك انت لو هديت النار تقوم راحه النار توصل لكل الجوانب. وهنا من مميزاته برضو الغطا فك وتركيب. طب انت عندك ده ايده من اللي هي بكلايت، طب هاتيلي حاجه تانية تكون تيتانيوم وايدها منها فيها. عندك اهو اللاينز تيتانيوم وايده منه فيه، ده موجود وده موجود براحتك. فاهمني ازاي؟ وانت ليك حريه الاختيار طالما انت ضمنت ان في الاصل اصلا الخامه حلوه والطقم براند معروف، الحاجه تعيش. اختار بقى انت براحتك السعر المناسب معاه. يعني انت هتقول لي ده اهو تيتانيوم، ده تيتانيوم وايده منه فيه. عايزه منشنات كتير لكل العرايس، سواء اللي متابعني او اللي مش متابعني يدخل يستفاد من اللايف ده عشان وهو بيشتري صدقوني هيفرق معاكم جامد. تمام يبقى ده كده هوت. اللهم بلغت اللهم فاشهد، انا عامله عليكم انتوا والله. يبقى ده هنا هوت اللاينز اللي ايده منه فيه. تمام. تكوينه حلو قوي برضو. الاربع حلات والجريل ومعاه اللبانه اهي، واللبانه عميقه. انت استعملها لبانه، استعملها كسرولة براحتك. تمام. طب عندك حاجه عايزه حاجه تانية يا ماما نوده يكون تكوينها كبير ومش فارق معايا ايدها منها فيها ولا لا، اهم حاجه تبقى الحله ممتاز. عندي يا روح قلب الماما نوده اهو الطقم اللاينز. طقم انا بركز، شفت الحرف عامل ازاي؟ الحرف اصل انا الشغلانه دي انا واخداها شغلانه مزاج. فلما بتعمل الحاجه بمزاج الحمد لله رب العالمين بتعملها حلوه قوي. مفيش اي حاجه بجيبها الا لما بقول لك على مسؤوليتي. ليه؟ لان انا ببقى اصلا شايفه وقارئه وشايفه ريفيوهات وعارفه المفاضله ما بين الاسعار وبعضها، وعارفه ده ليه بكذا وده ليه بكذا وده مميزاته ايه وده مميزاته ايه، عشان لما اجيب الحاجه اجيب اللي تملى عيني من بين حاجات كتير جدا 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 بتبقى موجوده. فلما اجيب الحاجه اللي تملى عيني اقوم قايله بقلب جامد ايه على مسؤوليتي. حتى اقل حاجه بسعر اقل، يعني دي اقل حاجه في السعر اهي اللي بتلاتة وشويه، البونيره اللي بتلاتة وشويه خامتها مش وحشه. يعني شفت حتى اللي اقلهم سعرا، شوف انا جايبه لك خامتها عامله ازاي اهي، اللي هي الحرف العريض المطلي، الطقم التقيل، توزيع الحراره من تحت. طب هي اقلهم سعر اللي هي ماما نوده عشان الغطا ستانلس اهو، انما هي الماركه بتاعتها ومعروف، وفي منها الجرانيت وفي منها التيتانيوم. يعني كل حاجه انا بقولها لك انا بقول لك على مسؤوليتي. واحده بتسالني بتقول لي اللي ايده منه فيه بكام؟ اللي ايده منه فيه موجود براندات كتيره يا حبيبتي، قولي لي اسم البراند في التعليقات وانا اقول لك اللي انت عايزاه، انما هو اللي ايده منه فيه انا عرضت حاجات كتير. تمام. هنا بقى اللي هو ايه تكوينه كبير، تكوينه ومش فارق معانا الايد. ده اللاينز التركي الاربع حلات، معاه الجريلا مقاس 28، معاه الطاجن الكبير، معاه طقم الكنك على حامل، وده ب6 وشويه. تمام. حلو جدا 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 كخامه كتكوين كسعر، كخامه وتكوين وسعر. طب نيجي هنا بقى البطريق السعودي ده نفس خامه النيوفلام بالظبط، لكن ده مصنوع في السعوديه، خامه النيوفلام، خامه اللي هي اهي شايف انت اللي هو ناعم ملوش مثال بقى، ملوش مثال في الديكاست بتاعه. الحرف المطلي اللي ايده منه فيه الاربع حلات، مقاس الحله الكبير تلاقيه عميق جدا. تعالى كده يا حسيني تعالى، ايوه هات لي بقى الحله. وهنا بقى كمان الحله المضلعه من بره حاجه اللي هي تحفه. حاسب تحفه جدا جدا جدا.
معاه الصينيه بتاعته. شوف مساحه الصينيه قد ايه. شكل الحله بيكون كده اهو. وده ب6 وشويه في الاخر، 6 وشويه في الاخر. تمام. ده البطريق السعودي الاوكسفورد. واوكسفورد غني عن التعريف. براند اوكسفورد غني عن التعريف. الاربع حلات. الايد المميزه بتاعته تبقى ساعات ايه البنات تحب الايدين اللي هي الاشكال المميزه. ده برضو عندك بتاع الاندلس. والاندلس برضو غني عن التعريف. نلاحظ ان من اول اللايف لحد دلوقتي كل البراندات اللي انا بتكلم فيها كلها غنيه عن التعريف. انا قلنا مواصفاتها، الوانها بقى موجوده على اختلاف الوانها، بس انا كنت عامله حاجه من كل حاجه عشان نبين الفرق ما بين الخامات وبعضها. الاندلس بقى فيه ميزه بقى، الايد بتاعته اللي هي منها فيها جايه بدوران على الحله كلها. تحس كده ان الدوران مقابل بعضه، بحيث ان بتبقى في ساعات بنات لما بتبقى الحله فيها حاجات تقيله البنات ما تعرفش تشيلها. لا، الاندلس عامله بصراحه حاجه حلوه جدا. عامله الايد بتاعتها اللي منها فيها الدوران مقابل بعضه، بحيث ان البنت تبقى شايله الحله بكل ايديها كده، يعني سهله جدا في الشيل. تكوينه اللي هو الاربع حلات دي المقلايه الكبيره. طبعا الاندلس غني عن التعريف كخامه وكبراند، كخامه وكبراند. وبرده مهتم جدا بالتفاصيل الصغيره، وعامل الغطا فك وتركيب. بتبقى المستورد الصح او اللي فاهم شغله بتلاقي ادق التفاصيل، بتلاقيه ايه ملم بيها، وبتلاقيه. دلوقتي انا في اول اللايف اتكلمنا قلنا انت ازاي بتختار طقم الجرانيت. الحله التقيله، الحرف العريض المطلي، بعد كده يا اما ايد منه فيه، يا اما ستانلس، يا اما باكلايت. بعد كده بتفرق على حسب تكوينات الاطقم. بعد كده بيفرق اللي هو التيتانيوم من الجرانيت، الايد اللي منه فيه من الايد الباكلايت، التكوين الكبير من التكوين القليل، البراندات بمختلف انواعها، الاسعار ورنجاتها. اسالني على اللي انت عايز تسالني عليه، خد السكرين اللي انت عايز تسال عليه واسالني على سعره في التعليقات، لان الاسعار رايحه من دماغي دلوقتي وانا في اللايف. اخر حاجه هقولها لك دلوقتي حاجتين ازاي احافظ على طقم الجرانيت. اول ما تشتري طقم جرانيت تقوم عامل حاجه اسمها تشميع الجرانيت. وتشميع الجرانيت ده انا قلته قبل كده في فيديو من فتره، والطريقه دي تشميع الجرانيت. تشميع الجرانيت يعني ايه يا ماما نوده؟ يعني تقوم رايح جايب زيت، مسخن زيت على النار، وتقوم رايح بالفرشه السيليكون تقوم رايح داهن الحاجه الجرانيت بالزيت السخن، دهنها من بره ودهنها من جوه. الدهان من بره ومن جوه ده بيسد المسام، بيسد المسام، تحس ان هي ايه تعيش معاك اطول. تدهنها من بره ومن جوه بالزيت السخن، وتسيبها لحد ما تهدى خالص، وبعد كده تغسلها بميه دافيه واستعملها بقى طول العمر براحتك. هتستعملها بايه؟ هتستعملها بالمعلقه السيليكون، واي حاجه سيليكون عشان ما تجرحهاش. طب لو حاجه لازقه فيها ومانيش عارف اطلعها، بتقوم عامل ايه؟ بتقوم حاطط البريلا او حاطط الحاجه اللي انت بتعمل بيها في قلب الحاجه، بيبقى لازق فيها اي حاجه، ساعات بتبقى حاجات لازقه. تقوم رايح حاطط البريل او حاطط الحاجه في الحله اللي لازق فيها الحاجات، وتقوم حاططها وحاطط ربع فنجان ميه سخنه على النار، وسايبهم على النار دقيقه واحده، دقيقه واحده بس او دقيقتين. وهتقوم غاسل بالليفه السيليكون، هتطلع في ثانيه وبمنتهى السهوله. يبقى انت كده ما تحكش بقى بسلك، وما تقلبش بمعلقه معدن. الجرانيت لا يتحك بسلك ولا يتقلب بمعلقه معدن، كده تبقى ضامن ان انت. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان انت لما بتحافظ على الحاجه ده بيزود من عمرها الافتراضي. في ساعات ناس تجيب اطقم من اغلى الاطقم وتيجي تقول لك ده حصل لها مش عارفه ايه. لا، انت راجع استعمالك ليها، راجع استعمالك ليها. طالما انت جايب براند كويس، طالما انت جايب حاجه كويسه، الحفاظ عليها والاستعمال الصح بتاعها ده بيزود في عمرها الافتراضي. فاضل حاجه بقى هقولها لك. بعد ما بتشتري اطقم الحلل بتقوم انت رايح زي اسمع بقى الفيديو في الاخر مش هعيد كل. فاضل حاجه هقولها لك. وانت بتشتري لازم تبقى عارف ان الحاجه لما تبقى تقيله كده، يعني طقم صواني ده مثلا، ركز معايا بقى فيه كده. شفت الحرف عامل ازاي؟ شفت الصينيه؟ الطقم ده 3 قطع. الحرف العريض المطلي بيفرق في السعر عن الحرف اللي مش مطلي، عشان ما يجيش اي حد يقول لك ايه طقم تركي بكذا. يا حبيب قلبي، ما هو ممكن يبقى تركي وعادي. العبرة عندي بالخامة، مش بتركي ولا مش عارفة ايه. الخامة هي اللي بتحكمني، الخامة هي اللي بتعيش معاك عمر. ده طقم المقلايات اهو،
ده طقم المقلايات كما يجب ان يكون. طقم المقلايات الصح اللي تشتريه يعيش معاك عمر. طب جبنا منه الطقم، طب اللي مش قادر يجيب الطقم او سعره هيبقى غالي عليه، جايبين منه الفردي اهو بالمقاسات. هات المقاس اللي انت عايزه. طب العبره عندي في ايه بقى؟ العبره عندي في الخامه. العبره عندي في الخامه. العبره في الخامه، سواء فردي سواء اطقم، في الخامه. طواجن، هات لي الطواجن اللي تحت دي. هات الطواجن اللي تحت دي والطواجن دي. فالعبرة عندي في الخامة. شايفين الخامة؟ مش أي طقم طواجن يتقال عليه طقم زي ما الكتاب بيقول. شايفين الشياطة فيه من تحت؟ دي اسمها الشياطة. دي اسمها الشياطة. شياطة منه فيه. تمام؟ خليه واقف كده. خليه واقف يعمل ايه؟ الخامة هي اللي بتحكمني. مش أي طقم يتقال عليه طقم العمر. مش أي حاجة يتقال عليها حاجة العمر. تمام؟ طب ما هو شوف بقى، أقولك على حاجة. ده طقم طواجن أهو، وده طقم طواجن أهو، وده عندي وده عندي، بس ده بسعر وده بسعر. وقيس عليه بقى، قيس عليه. طقم الصواني ده أهو، طقم الصواني ده بسعر، وطقم الصواني ده بسعر. الاتنين حلوين والاتنين تمام، والاتنين يقضوا الغرض، بس بتفرق في السعر. فركز وانت بتشتري على الخامة عشان تعرف تديها قيمتها الحقيقية. اخر حاجة بقى، انا هعمل كده على السريع عشان اللي عايز يسأل على سعر حاجة يسأل في التعليقات. يعني انا هعمل كده اهو. اللي عايز بقى يسأل على سعر حاجة يقوم واخدها سكرين، يا اما يبعت لي على الواتس. انا والله مش عشان حاجة، بس الفكرة فعلا ان اللايف كان اهم حاجة عندي. اقول لك تختار ازاي وعلى اساس ايه، وتحافظ على الحاجة ازاي، والفرق بينها وبين بعضها ازاي. ففعلا مركزتش في الاسعار. فانا بعملها لك اهو. تاخد سكرين واسأل على اللي انت عايز تسأل عليه، واي حاجة من دول الوانها موجودة. الفكرة بقى ان ايه، اسأل في التعليقات على سعر الحاجة. ده كده عشان ايه؟ تسأل على سعر الحاجة اللي انت عايزها. واي حد عايز يسأل على اي حاجة تانية بخلاف الحاجات دي يسألني في التعليقات، واعمل عليها فيديو او لايف. اللي لسه معايا بقى لحد دلوقتي اهوت يكتب لي كلمة انا في التعليقات عشان يكسب معايا الوقت فودافون كاش. اللي هيكتب كلمة انا في التعليقات اللحظة ده اهي، يقول لي انا معاكي من اول اللايف، هيكتبها دلوقتي قبل ما اقفل، عشان اقول الوقت هو قبل ما اقفل ان هو فاز فودافون كاش. اللي هيكتب كلمة انا معاكي من اول اللايف، لان انا هبقى كده ضامنه ان هو معايا من اول اللايف، هيكتب انا معاكي من اول اللايف، يبقى كده فاز فودافون كاش. مين هيكتب في التعليقات؟ انا عايزه حد دلوقتي، بقول دلوقتي عايزه اكسب حد انا في التعليقات بس خلاص.